لكم التحية مشاهدينا الكرام في كل مكان. برحب بحضراتكم لقائنا الأسبوعي رياضة في رياضة، إطلال على أهم الأحداث الرياضية الإفريقية، لأننا هنتكلم عن البطولتين المشارك فيهم 4 أندية مصرية، الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، الزمالك والمصري في الكونفدرالية، والحمد لله ال4 فرق صعدوا إلى دور المجموعات. هنتكلم بالتفصيل عنهم، تفاصيل ما حدث في مباريات العودة وأهم نتائجها، العيوب اللي موجودة في أداء بعض الفرق والمميزات الموجودة أيضا في أداء بعض الفرق واللي بتزيد مع المباريات، بالإضافة لتصريحات وأخبار كتير عندنا النهاردة في حلقتنا من رياضة في رياضة مع ضيفي وضيف حضراتكم اللي منورنا ومشرفنا النهاردة في حلقتنا، الناقد الرياضي الأستاذ محمود حافظ. أستاذ محمود أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ايمن، برحب بحضرتك وبكل الساده أنا المشاهدين. سعيد بوجودك معايا النهاردة ربنا يخليك، انا اسعد وحصرياتك جدا والله. وأخبارك وكل حاجة. حبيبي شرف ليا وانا منور اسعد الدنيا. بيك جدا، ربنا يخليك. هبدأ معاك بمجموعة من الأخبار والتصريحات وهنرجع نعلق عليها. رسميا ميكالي مديرا فنيا لمنتخب مصر للشباب لمدة 4 سنوات، والرياض فين؟ الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين استعدادا للسوبر الأفريقي أمام الزمالك. والزمالك ينهي إجراءات السفر للسعودية لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي. وكالة المنشطات المصرية تصدم رمضان صبحي مجددا، مهدد بالإيقاف. كلام بنسمعه ونسمع على الأطراف الأخرى إنه مش مهدد بالإيقاف ولا حاجة، إنه مجرد إجراء روتيني، الاعتراض على العقوبة أو على إلغاء العقوبة. هنسأل ونعرف التفاصيل أكتر من ضيف وضيف حضراتكم. بيراميدز يرد على الزمالك بشأن ضم أسامة جلال المسلوسي أو 75 مليون كاش. إزاي 75 مليون كاش؟ اتحاد الكرة يدرس السير الذاتية لخبراء أجانب قبل حسم هوية رئيس لجنة الحكام. هو اللي جاي مصري ولا أجنبي ولا القرار صادر بإيه؟ علي ماهر يكافئ اللاعب المصري بعد التأهل للمجموعات بالكونفدرالية. الإسماعيلي يتدرب على فترتين اليوم استعدادا للموسم الجديد، وبالتوفيق إن شاء الله، ويتم اختيار مدير فني جديد. طلعت يوسف يبحث عن وديات لتجهيز مودرن سبورت للموسم الجديد. وديات كتير يا كابتن. تكريم الراحل إيهاب جلال في حفل منطقة الإسكندرية. حدوتة جديدة، صلاح محسن لقيت نفسي في المصري وهدفنا للكونفدرالية، تألق و4 أهداف في مباراتين وإبداع في أدائه في المباريات، وعروض جديدة وأبرزها الزمالك، وهيبقى لنا حوار وحديث عنه. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وبما اننا كنا بنتكلم عن صلاح محسن كآخر خبر، في ارتباط ما بين عرض اتقدم للزمالك او من الزمالك للمصري فيما يخص صلاح محسن. والزمالك هو بدايتنا في الحديث عن المباريات النهارده، يعني هناخد المباريات بالترتيب كده. هنبدأ بالكونفدرالية والزمالك وفوزه على البوليس الكيني 2-1، ومدى حاجة الزمالك فعلا لراس حربة زي صلاح محسن بجوار الموجودين. طبعا في البدايه الاول يعني احنا طبعا بنعزي كل الرياضه المصريه والاسره المصريه في كابتن ايهاب جلال رحمه الله عليه الخلوق. طبعا. وتاثرنا جدا برحيله، صحيح. وربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل مثواه الجنه. بالنسبه للخبر ده انا مش مفاجئ بيه يعني، او ما صدمتش لما سمعت الخبر ده، لان صلاح محسن الفتره الاخيره هو متوهج بصوره غير طبيعيه مع النادي المصري البورسعيدي، او بمعنى ادق اعاد اكتشاف نفسه من خلال بوابه المصري البورسعيدي عن طريق مدرب موهوب
اسمه علي ماهر بيعرف يطلع اقصى انتاجيه من اللاعب. وبالتالي فصلاح محسن في صفقه كانت هي الاغلى في الكره المصريه لما جه وقتها، من انتقل من النادي الانبي للنادي الاهلي، وكان بسببها هو البدء في رفع يعني اللي عايز اقول الونش اللي رفع الاسعار بالظبط قالوا الونش عليه الونش رفع اللي رفع اسعار، الاسعار. يعني نقلها كان 40 نقله مليون، نوعيه بالظبط، كان 40 مليون في وصلت صفقه 40 مليون. قياسيه جدا، وكانت بصراحه من الصفقات اللي الكل كان عقد عليها امال كبيره جدا. لكن بعض اللاعبين في الفتره دي ما بيستحملش الضغط في الاول، يعني لما بيجي تقارن بين اللعبه، ما تيجي حضرتك مثلا لاول مره بتجيب لاعب 40 مليون، فبتيجي تقيمه تقول هو ده مستواه، هو ده صعب ده يكون ب 40، فاللاعب ما استحملش الضغوطات دي، ولذلك ما ظهرش بالشكل المطلوب مع النادي الاهلي، وخرج بعد اول موسم لاعاره، وبعد كده النادي الاهلي تركه يرحل بعد كده، واجهته للنادي المصري البورسعيدي. طيب هو هيكافئ مع اللاعب المصري، والخبر قدامنا بيقول لقيت نفسي في المصري وهدفنا الكونفدراليه، لكن البعض بيقول انه في جزء من لعيبه المصري يستحق العقاب وليس المكافاه على الاداء في المباراتين الحقيقه في الكونفدراليه. هو للامانه انا يعني تعجبت من مستواهم، ما اعرفش هل السبب ده مثلا هبوط بدني بسبب اللي هو التحام المواسم، او المشكله اللي احنا عارفين ان احنا بقالنا 4 سنين فيها من ساعه دوري الكورونا للمواسم المتلاحمه، هي دي السبب. بس هي اعتقد ان اللعيبه عندها الخبرات الكافيه انها تقدر ان هي تصنع لنفسها مجهود بدني بتوزعه خلال ال 90 دقيقه. في اول مباراه يعتبر خلال الموسم ما ينفعش يبقى المستوى ده بالمنظر اللي احنا شفناه. خليني اقول لحضرتك ان النادي المصري البورسعيدي كان محظوظ بالتاهل لمرحله المجموعات في الكونفدراليه الافريقيه عام 2024 2025. لان محظوظ جدا، لان الهلال الليبي اي نعم هو مش من فرق الصفوه في ليبيا، لكن اللي شاف مباراتهم هناك 3-2 يقول ان الفريق ده عنده شخصيه وبيقدر يرجع، لانه كان يعني متاخر في النتيجه ويعود ويكسب 3-2 ويجي هنا يعود يتقدم في النتيجه، والنادي المصري بعد كده يتعادل ويتقدم عليه. فدي حاجه تبين لي ان برضو النادي المصري عنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا. كابتن علي ماهر رقم واحد لازم زي ما هيكافئ اللعيبه زي ما حضرتك قلت كده في الخبر قدامنا، لازم بعض اللاعبين لا لازم محتاجه قرصه شويه منهم او شده من كابتن علي ماهر، لان اللعيبه دي بتلعب لنادي بيمثل محافظه مش قليله، محافظه بورسعيد. النادي المصري هو المتنفس الاول لكره القدم في بورسعيد، في المنطقه الحره او في الشعب الحر. بالنسبه لبورسعيد هو بيعشق حاجه اسمها النادي المصري طبعا. وكابتن علي ماهر عنده من الخبرات الكافيه مع موتورن فيوتشر ومع كتير من الفرق وتجارب سابقه مع النادي المصري، مع اداره حاليا هقول ان هي مستقره نوعا ما شويه، لكن ما زال المصري محتاج لعيبه من نوعيه معينه تقدر تخليه. ليه لا ان انا ما اشوفش ان النادي المصري بينافس على الكونفدراليه صحيح، الافريقيه؟ وده اللي قالوه، ده اللي قاله صلاح محسن بالظبط، على فكره. لان هي بطوله مش ضعيفه، وفي نفس الوقت النادي المصري ما هوش نادي قليل، وقبل كده كان ليه برضه بقى يعني في افريقيا كان بيوصل لادوار بعيده، لكن ما بيوصلش النهائيات وبيتاهل وبيحرز اللقب. فدي فرصه ان الكابتن علي ماهر يقدر يجمع اللعيبه. طبعا ده الهدف الاول طبعا. هو خطأ طبعا دفاعي مشترك ما بين حارس المرمى والدفاع، هو هدف ذاتي يعني يعتبر يعني بالظبط. فطبعا في الهدف اللي قدامنا ده يعني ده كانت نقطة التحول زي ما بيقولوا في المباراة. رأسية صلاح محسن يعني عارف خطفها كده لورا. لا هو بصراحة كان يعني عارف عنده حساسية غريبة، بيفكرني يعني هو عامل ميكس كده بين كابتن جمال عبد الحميد وكابتن حسام حسن، طبعا مع حفظ يعني مكانتهم الكبيرة جدا. يعني لسه برضه صلاح محسن صغير وقدامه كتير، لكن انا بتكلم ان هو جامع ميكس زي كده في ال 18. الكوره دي على فكره بتبقى صعبه جدا طبعا. مش من السهل، واغلبها ان هي بتطلع بره البرواز، بره خط، بره منطقه المرمى، لكن ان هو يوجهها بالدقه اللي احنا شايفينها قدامنا دي، فدي في حد ذاتها نجاح كويس للاعب في ظل ندره مركز المهاجم الصريح في الكره الايه المصريه. انت عندك مشكله كبيره جدا. بقى لنا سنين بنعاني. مصطفى محمد بالعافيه في الطريق بالظبط من ساعه اعتزال عماد متعب ما فيش عندي مهاجم يصلح ان هو يعني يقود هجوم منتخب مصر. دلوقتي مصطفى محمد، لكن انا ما عنديش بديل ليه قوي، ما عنديش. افرض في بعض المباريات حبيت العب باثنين مهاجمين، ولما اصيب مصطفى محمد فعلا لما اصيب بقى عندنا بديل. فصلاح محسن لازم يتم تجهيزه من دلوقتي. خبر المفرح الزمالك يعني قاب قوسين وقدم من اتمام التعاقد معاه. وخليني اقول لك ان اللاعب عايز على فكره بالمناسبه، عايز طبعا جدا. هو قال اي لاعب يتمنى يلعب الابيض، عايز يعوض اخفاقه مع النادي الاهلي. لازم اقول ان هو اخفاق، هو ما نجحش في تجربته مع النادي الاهلي ولذلك رحل. اعاد اكتشاف نفسه من خلال احيانا بتبقى الاسباب مشتركه، ولا ممكن السبب يرجع المرحله العمريه وسن اللاعب وشايف نفسي شويه بالظبط زي حضرتك كده هو تفضلت قال ان انا ما اديتش الموضوع اهتمام. وفي لعيبه بيصابوا بالخضه الاولى. يعني في لعيبه في البدايه كده لما تيجي تعرض عليه ان هو يروح نادي كبير، طبعا بيتمنى وبيروح وكل حاجه، بس بيبقى لسه عايش في ايه في الغيابات بتاعت اللي انا لسه مش مركز. يعني اللي اغلى هو لاعب في مصر، وانا اغلى يعني لاعب واغلى لاعب. وطبعا ده يعني بيصيب اللاعب بعضه بنوع من الغرور ان انت اتنقلت نقله من انبي للنادي الاهلي بالرقم ده، في حته اغلى لاعب
زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده بتخليه هو مجبر انه يحط نفسه تحت ضغوطات هو مش قدها او ما عملهاش حساب من البدايه، وبالتالي فظهر بالمستوى الهزيل اللي كان مع النادي الاهلي. ولو اني اقول لك برضو ان كان في بعض المباريات كان هو كارت كان سريع حاسم بالنسبه لكن للاهلي. في بعض المدربين مثلا زي موسيماني او بعض المدربين اللي توالوا على النادي الاهلي، مش عايز اقول لك المدرب بيحب ويكره، بس في مدربين زي موسيماني ما حبوهوش. يعني لما رجع بعد فتره الاعاره الاولى هو كان سبب رئيسي في رحيله من النادي الاهلي. ودلوقتي خليني اقول لك النادي الاهلي وجد ضلته اي نعم مع اسامه ابو علي، بس بيدور على حد تاني، بس ما عندوش حد محلي، بيدور على حد وده تاني. اللي المشكله اللي بيواجهها نادي الزمالك دلوقتي. هنتكلم بالتفصيل عن الاهلي. المصري كان محمود جاد سبب الاهداف في الذهاب والعوده، ولكنه كان سبب الفوز بضربات ركلات الجزاء الترجيحيه. هو خليني اقول لك نفس الكلام اللي اتقال محمود جاد وهم الاثنين يعني لصلاح محسن، هم الاثنين ولاد النادي الانبي او العائله البتروليه. نفس اللوم برضو بلومه على محمود جاد. محمود جاد ده كابتن تخيل في يوم من الايام كان خلاص قاب قوسين او ادنى من الانضمام لويجن اثليتيك الانجليزي، وساعتها رئيس نادي انبي رفض بحجه ان ضعف العرض المالي، وظهرت له كوره شهيره في التصدي الاعجازي في احد مباريات الدوري، يعني العالم كله كان بيتكلم عليها. وهو كان سنه صغير، كان لسه 18 19 سنه، فكانوا انا شخصيا كنت متوسم فيه، كان ممكن يصنع اكتر ويثقل كمان اكتر. هم بيعرفوا يصنعوا الناس. طبعا التدريب في اوروبا بصفه عامه مختلف تماما. فترات المعايشه والحاجات دي كلها بتفرق مع اللاعب في كل حاجه في الكوره وفي عمره كله في الالتزام وكده. ولا انا في محمد صلاح يبقى اقول لك دليل تاني، زيزو احترف قد ايه بره؟ حوالي موسم او موسم ونص، يعني ما كملش مع مايورينسي. عقليته تاثر بالسنه ونص تحس ان زيزو في اتجاه ولعيبه تاثر بالسنه ونص اللي لعبها مع مايورينسي البرتغالي، قعد فتره بيها وهو في حته ثانيه. عشان كده اقول لك زيزو محافظ على نفسه، راجل يعني تزوج وعنده بنت وحافظ على نفسه وعامل اسره ما شاء الله ربنا يكرمه. فهو ناجح في الجزئيتين، ناجح ان هو مش لاعب داخل اخد فلوس. هو انا مش داخل استثمر، يعني مش داخل، انا مش رجل اعمال داخل استثمر في نادي واخد منه فلوس وهمشي تمام، او هكسب منه مثلا مبالغ معينه وخلاص اخلص فترتي وامشي. لا، انا راجل داخل العب كره قدم لغرض كره القدم، لان انا لعيب كره قدم محترف، وده اللي بيطبقه زيزو. هي محترف بالظبط، هي الاساس. فمحمود جاد صدمني بصراحه بالمناسبه. انا يعني حتى كان في فتره من الفترات بالمناسبه كان قريب جدا من نادي الزمالك، ونادي الاهلي كان حاطط عينه عليه قبل ظهور مصطفى شوبير. صحيح، كان متالق جدا طبعا. وبيراميدز كان عايزه، وفجاه كلنا لقينا في المصري فجاه، لان يعني المغريات الماليه هنا في الفتره دي المصري مع مستر كامل ابو علي قدر ان هو يدفع فلوس كبيره في نادي انبي. نادي انبي على فكره مستر ايمن الشريعي ذكي جدا وبيعرف ازاي يسوق لعيبته، وبنشوفه دلوقتي بيعمل ايه مع نادي الزمالك من خلال تسويق اللاعبين. في صفقه زياد كمال اللي انا يعني لينا كلام كتير فيها. لو طيب تعالى بما انك ذكرت محمود جاد والزمالك والمفاوضات والزمالك كان عايزه كده، تعالى نتكلم على الزمالك كمان ومباراته والبوليس الكيني. الزمالك برضو في بعض نجوم الزمالك، طبعا الخبر قدامنا بيقول ان الزمالك انهى اجراءات سفر للسعوديه لمواجهه الاهلي في السوبر الافريقي. في نفس الوقت عندنا خبر تاني بيقول انه الزمالك بيفاوض بيراميدز علشان يضم اسامه جلال، وبيراميدز رد عليهم قال لهم يا اما المسلوسي اللي هم عايزين يجيبوه عشان يلعب جنبه، او 75 مليون كاش. يعني هو يعني خبر صادم شويه، لان كمان بيراميدز كان الاول الكلام على مين؟ الكلام كان على الجزيري. بالمناسبه هم عايزين سيف الدين الجزيري، بالمناسبه دي من الكواليس على فكره، ده بيراميدز عايز، دي معلومه تمام. ونادي الزمالك كان عايز ياخد صفقه او يتعاقد مع اسامه جلال من غير تبادل، يعني لعيبه تبادليه، لان بيراميدز كان عايز في العرض الاولاني اسامه جلال، واتفق المعلومه اللي عندي مع نادي الزمالك ان هو مش هيلعب في افريقيا، مش هيشارك لان هو كده مش اساسي. لحد دلوقتي ما شاركش. والزمالك عايزه لان عنده ازمه وصداع رهيب في راس جوزيه جوميز في سيرد باك المدافع او الظهير المدافع، عنده مشكله كبيره جدا. طيب 75 مليون دي يعني كام؟ مليون ونص دولار تقريبا يعني تجيب اجنبي رائع في المركز ده بالسعر ده. ما هي المشكله الاجنبي رائع، ما هي الفكره بقى مش كل الاجانب بييجوا يلعبوا في الدوري المصري، بيرفضوا انهم، لان انا كمان عندي مشكله هنا في الدوري المصري ان لازم يتسوق له افضل من كده، وكان عندنا فرص كتير جدا احنا نسوق له افضل من كده. بس الانديه اللي بيجي يلعب ليها اللاعب في الدوري المصري زي الاهلي، لان الاهلي مش بيلعب في الدوري المصري بس، ما انت ليه الاهلي ناجح او ما شاء الله ليه من انجح الفرق في، مش هقول مصر بس، في افريقيا والشرق الاوسط والعالم، عشان الاهلي بيعرف يسوق لمنتجه صح، بيعرف يسوق لفكره الاهلي نادي القرن، بيلعب بره في افريقيا كتير، هيلعب انتركونتيننتال، هيلعب كاس عالم للانديه. فانت بتتكلم ان هو مسار جذب لاي لاعب، طبعا مصدر جذب لاي لاعب بره في العالم ان هو يجي يلعب في النادي الاهلي. بس اسم الزمالك وتاريخه
برضو ما يعني ما هو بيجذب اي اسم لاعب. الزمالك وتاريخه، بس خلينا نقول يا كابتن ايمن في مشكله معايا، انا الزمالك بتاريخي بس ولا لازم يكون فيه فلوس؟ لا طبعا طبيعي لازم يكون في عنده ازمه فلوس. ماليه طاحنه من لا مشاكل لا سابقه شك، مع لا المجلس شك طبعا. السابق مش عايزين نتكلم فيها. اه. لكن هي الحقيقه بتلقي بظلالها عندنا، ان احنا عندنا الزمالك فيه مشكله كبيره جدا حاليا. زي ما النادي الاهلي كان في فتره من فترات، عندنا برضو في مشكله كان عندنا النادي الاهلي فتره من فترات، لكن قدر يتعافى منها مم. بحصد المزيد والمزيد من البطولات. وخليني اقول لك برضو بمناسبه ان احنا اتكلمنا عن الزمالك، الزمالك مم. عنده مشكله في التخطيط، مم. ودي اعيب على مجلس الاداره فيها شويه نوعا ما، لان الزمالك مش من المقبول يا كابتن ان هو يقعد موسمين متتاليين على التوالي ما يلعبش في دوري ابطال افريقيا. مم. لازم تسوق منتجك، لازم تدخل دوري الابطال وتنافس عليه. يعني تاخد مش عيب ان انا اخد الاهلي كتجربه ليه، عشان الناس برضو تاخدش كلامي، ما هو الاثنين مصريين، النادي هو الاهلي النجاح بيمثل مش مصر. النجاح مش وحش لما اخد بالظبط، زي ما لا انا نفسي الاسماعيلي يرجع يلعب في افريقيا تاني، نفسي الانديه الجماهيريه دي احنا ترجع نفسنا تاني. الاول بس الاسماعيلي يلعب كوره نستمتع بيها. بالظبط، اللي اختفت تماما بالمناسبه ونفسنا يعني. تمام، الاتحاد ونفسنا المحله والمصري، نفسنا في حاجات في كتير. دوري مصري يستحق ان هو اه يكون كده فعلا دوري والله. جماهيري. اه طبعا، دوري لازم جماهيري، شفت لازم نهائي يكون كده. الكاس كان عامل ازاي؟ لا يعني حاجه نهائي الكاس كان بصراحه عامل انا ازاي؟ حزنت طيب حزنت. اداء الزمالك في ال يعني ده كده، دي مش طريقه لعب، هي اسلوب ضغط منفذه اللعيب. اعتقد ناصر ماهر ما حدش قال له اعمل كده، لان الضغطه دي بتاعت راس حربه. طيب هقول فاهمني؟ فده تمام، مجهود من اللعيبه. مجهود فانا ذاتي، انا ليه تمام. بسالك السؤال ده؟ لان ناس كتير قوي بتعيب على جوميز انه لحد دلوقتي ما قدمش حاجه تخلي جمهور الزمالك يطمن. طيب جوزيه جوميز، عشان برضو الناس هتتكلم معانا في النقطه اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشه، او الاهداف المباراه البوليس الكيني هناك. هبدا بمباراه هناك. في الاول مباراه هناك كانت في ملعب البعض يقولوا ان هو صعب، النادي الاهلي فاز على الملعب ده بمنتهى السهوله 3-0 مع نتيجه قابله للزياده. م. وفي ميزه بتميز الاهلي عن الزمالك، النادي الاهلي بينزل ضاغط بيخلص وبعد كده بيريح. م. الزمالك اول ما بيجيب جون الموضوع بالنسبه له بيكون مختلف. بيفك. ليه بقى؟ لانه بيحس ان هو كده حقق المراد، او الشيء اللي انا ببتغيه من المباراه، وده مش صح. لعيبه الزمالك نفسها هي اللي عندها الاحساس ده. جوزيه جوميز انا عايز اقول ان هو فكريا انا لسه ما اقدرش احكم عليه، لكن انا عندي تحفظ على فكره بالمناسبه، لان هو بيتاخر كتير جدا في التغييرات، م. وده سبب انا لا اعلمه. واضح ان هي موضه. واضح ان هي موضه موضه. سويسريه برتغاليه. بالظبط، وكولر في بعض هنتكلم الاحيان، لما بس نيجي كولر نتكلم بدا عنها. يعالجها. لو تاخد حضرتك بالك في اه مباراه العوده بتاعت الجرماهيا كينا، هنتكلم عنها بالتفصيل لما نجي لها ان شاء الله. اه بدا يغير بدري شويه، خلاص انا جبت الهدف الثاني او الثالث، فابدا بقى احرر اللعيبه وابدا اشوف القماشه اللي عندي. المشكله ان الزمالك ما عندوش اصلا قماشه كتير، ودي الحاجه الوحيده اللي انا اعذر فيها او جوزيه عنده جوميز. قماشه في مناطق معينه. بالظبط، المشكله ودي يعني بقى اللي هنا النقطه اللي انا قلت لك، حته التخطيط بتاع الاداره لما جت اتعاقدت مع 11 لاعب في يناير، تمام، في الانتقالات الشتويه في الميركاتو الشتوي، جابتهم كلهم في مركز واحد. 10 لعيبه في خط الوسط، بالظبط، فانت منهم بتتكلم في 4 أو 5 صناع لعب. فبالظبط، اه فانا ما فيش حد فيهم مثلا 6 صريح. انت النهارده بتدور على بديل لدونجا مش لاقيه، لان انت حاطط محمد شحاته ناحيه الباك اليمين، ومشيت رؤى تمام. كمان. ومشيت رؤى بالمناسبه طبعا مع تحفظي على مستواه، لكن انا بس كان بتكلم بديل، كان بديل جيد على الاقل. لان انت ما تعاقدتش مع واحد م. مكانه، فانت بقى فين التخطيط؟ م. السكاوتنج بتاع الزمالك فين؟ النادي الاهلي كان عنده مشكله في السكاوتنج، بدا يجيب ناس متخصصه، ودايما هتلاقيني غصب عني بقارن عشان م. الناس ما تزعلش من كلامي وتحسبني على ده وده، انا لا مع ده ولا مع ده، بس انا بتكلم بما يرضي الله ان في هنا ناس بتشتغل، وفي هنا ناس بتتعرض لانتقادات لانها تحس انها لسه الموضوع جديد بالنسبه لها، بيجربوا م. لسه لا بيشوف اللاعب ده ينفع ولا لا، وفي شويه في الزمالك كده الحديث جماعي شويه. وبيتاثر بالسوشيال ميديا. لا يعني عارف انت كل الناس بتطلع تتكلم. بالظبط. ودي قصه ما فعلا هي بقى الفكره محتاجه. في ايه؟ عشان هو مجلس الاداره م. عمل متحدث رسمي م. كويس، سيبه يتكلم. لا الناس كلها بتطلع تتكلم زي ما حضرتك يعني تفضلت بتتكلم وقلت، بالظبط. وبعدين احيانا وبيتأثر. بتبقى تصريحات مش هنقول عكس بعض، لكن فيها نوع من التضارب تناقض شويه. طبعا، لان اه انا رايي غير رايك، اه غير راي الاستاذ طارق المخرج، غير راي مثلا المعد، غير صحيح. ارائنا كلها غير بعض، م. فطبيعي ان احنا ما نلتقيش على حاجه واحده، لكن في النهايه لازم نوصل لقرار نهائي. عارف حضرتك لو في لجنه فعلا بتختار وبتقول مين يقعد ومين يمشي ومين الكلام ده كله، ما كانش واحد زي محمود علاء مشي على الاقل يفضل بديل. ده اللي انا مستغربه جدا، وانا اضم صوت لصوتك فعلا، احييك على الطرح ده. م. انا دلوقتي مشيت مدافع عنده مشاكل ونفسيه ومباراه السوبر والقاضيه ونهائي القرن وبتاع، لكن عنده من الخبرات اللي هو يقدر يستعيد حتى على الاقل موسم، اديله فرصه م. اجدد له حتى موسم واحد، لان انا محتاجه. انا النهارده مباراه السوبر اللي جايه انت هتلعب بمين؟ انت جايب باك يمين بتلعبه اللي هو حمزه المسلوسي، قدامه حسام عبد المجيد اللي بالمناسبه جوزيه جوميز عارف انه عنده مشاكل، والنهارده كواليس بقى حصريه للساده المشاهدين، في التدريب بتاع الزمالك قعد معاه جلسه مطوله لمده ساعه ونص لوحده، لوحده. 1 تو 1 تعليمات. كده، 1 تو 1 الاثنين م. مع بعض، م. عشان يقول له على مشاكل كتير دفاعيه
عنده هو مشكله في التمركز، لان حسام عبد المجيد من بعد البطوله بتاعت اولمبياد باريس تحس ان هو تحول تماما. اللاعب حتى هو برده كان عنده بعض المشاكل والبطء في الاولمبياد باريس، لكن الموضوع زاد عن حده قوي مع الزمالك وبقت اخطاء ساذجه، الامر اللي دفع جوزيه جوميز ان هو ما يلعبوش في مباراه العوده، ودفع ببديله مصطفى الزناري اللي مش افضل حال منه. فانت عندك مشكله في الحته دي، ما جبتش ليه بديل، مشيت محمود علاء ليه؟ فعارف حضرتك تحس ان في نوع من التخبط في الاداره. هنا ما فيش في عشوائيه في القرارات، في تاثر شديد جدا بالسوشيال ميديا. الناس بتسمع يعني انت كنت مع للجمهور استمراره على الاقل ولو لمده بديل، مش موسم على الاقل. انا بلعب اه في افريقيا، بلعب على كاس لعيب كاس خبره، مصر، بلعب لعيب خبره. على انا فاكر محمود علاء في مره كان هداف الزمالك. بالظبط. هو فاكر يعني انت كان لما لسه جاي من وادي دجله يعني طازه كده زي ما بيقولوا، ضربات فبدا جزاء يمين يعني وشمال، وبعدين كان كعبه عالي في المباريات الكبيره على انديه كتير، وبيعرف يحرز فتحس اهداف بالراس وكده. فاللي هو انت يعني المدافع ده نادر في الكره المصريه، زي احمد صحيح. حجازي لما كان في فترته مع النادي الاهلي. طيب بما اننا بنتكلم عن المدافعين، قلت لي قبل ما نبدا الهوا ان الاهلي هيتاثر برحيل عبد المنعم. انت شفت المباراتين، مباراه جورماهيا الذهاب والعوده، والاثنين فيهم ثلاثيات، والغريب ان رامي ربيعه احرز في اللقاءين. هقول لحضرتك على حاجه، هو رامي ربيعه بدا انا يطور. هستاذنك بس نقول بس الخبر مرتبط بالنادي الاهلي، هو طبعا فرض حظر اعلامي على اللاعبين استعدادا للسوبر الافريقي امام الزمالك. ده طبعا مهم قبل المباراه دي. عشان مهم قبل المباراه دي ليه؟ لان في فتره كده يا كابتن بتيجي فيها، عارف حته التصريحات او الحرب الكلاميه، هي الفتره اللي احنا فيها دي الحرب البارده يعني. هي دي الفتره، فلازم يبقى في. على فكره الزمالك عمل كده النهارده بالمناسبه، يعني ايا كان بقى مين اللي طلع القرار الاول، بس لازم يحصل ده، لان في حرب اعلاميه اللي انا بالمناسبه مش معاها خالص. وهقول نقطه صغيره خالص خالص. اللي بيحصل الفتره دي من السوشيال ميديا سواء في المعسكر الاحمر او المعسكر الابيض مش صح. المعسكر الابيض ما فيهوش ثقه على فكره بالمناسبه. انا وده مش انا مش كلام جايبه من عندي، لو تابعت عملت احصائيه. طيب مش ايه كل رايك الناس هتلاقيها واثقه. نخلي كلامنا عن السوبر انا قلت سبت مباراه جورماهيا بتتكلموا عن السوبر، لا كلموني عن دي. انت شفت المباراتين ازاي؟ هو اولا طبعا مارسيل كولر هو مدرب يصنع التاريخ من يعني جديد مع النادي الاهلي. مش عايز اقول ان هو يعني عشان الناس ما انت طالع تمدح فيه قوي، لا، بس هو انا بالنسبه لي افضل مدرب اجنبي دخل مصر في اخر 20 سنه. قد يختلف معايا البعض، قد يتفق معايا، لكن دي وجهه نظر الشخصيه المتواضعه. ليه؟ لان انا عندي مدرب بيعمل ريكورد. ناس تقول لك طب ما هو اللعيبه اللي معاه دي لو جبت، انا اسف، عامل غرفه الملابس هيدربهم ويكسب بيهم بطولات. لا، الموضوع مش كده على فكره. اللي بيشتغل في الكوره مثلا زي حالاتنا او زي حضرتك عارف الكلام اللي انا هقوله ده، ان التدريب مش سهل ومهنه شاقه ومحرقه للاعصاب. الراجل كان يعني جاي امور وشعره حلو كده، بتتفرج عجز على شكله دلوقتي. عجز طبعا. مهنه احتراق الاعصاب يا كابتن يعني. فالموضوع مش سهل. والناس بتاخدنا لحته ان انت بتتكلم في ان مارسيل كولر افضل. ليه؟ افضل عشان نتائج كتيره، افضل عشان الراجل ده وصل النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ان هو يناطح ريال مدريد في كاس العالم للانديه، وان هو ممكن ياخد كاس العالم للانديه. والناس كانت زعلانه ان هي يعني ما وصلتش النهائي وتلعب على مباراه ميداليه يعني. حتى الميداليه البرونزيه دلوقتي بقت عادي. ايه المشكله؟ انا بجيب برونزيه كده كده، انا عايز العب على فضيه، وليه ما لا العب على ذهبيه؟ تمام. واعمل زي المغرب ما وصلت لربع العالم، رفع سقف الطموح. رفع سقف الطموح بالظبط كده. فهو كمدرب انا ارفع له القبعه. لكن بدايه موسم في مباراه زي كده، عندي رامي ربيعه مدافع هداف ممتاز، عندي الفرق بدات تتحرك، اسامه ابو علي بيحاول ان هو يكمل على نفس المستوى، لكن عندي بعض علامات الاستفهام اللي انا مش شايفها ليها اجابات الا عند مارسيل كولر نفسه. وانا همشي معاك كده في رحله داخل عقل المدرب او المدير الفني، من ضمنها الهبوط الغير مبرر لمستوى امام عاشور وبديله محمد مجدي قفشه. اللي انا بقول من دلوقتي ان لازم امام عاشور يخلي باله من مكانه في النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيصبرش على حد طبعا، ولا جماهيره بتصبر على حد. انت هتديني او اديتني سنه 2 3 ما عنديش مشكله، بس هيحصل هبوط في الكيرف بتاعك، مش هتكمل او هتقعد دكه. فهمسه كده في اذن امام عاشور، خلي بالك من اللي جاي، لان اللي جاي هيبقى كتير ومركزك هيبقى فيه لعيبه كتيره، وعمر الساعي مستني وقاعد بيدبدب بره على الدكه. صحيح. وعندك لعيبه كتيره، ومجدي قفشه من اللعيبه البديل الجوهري او الذهبي بالنسبه للنادي الاهلي. فمشاكل الدفاعيه بتتمثل في بطء شديد جدا لياسر ابراهيم، اللي زي ما قلت لحضرتك بره الهوا لما اتكلمنا مع بعض. حتى اشرف داري مش هيبقى فيه اقتناع 100% من مارسيل كولر او حتى اداره النادي الاهلي بان هو هيقدر يجيب في السنه الاولى او الثانيه مدافع زي محمد عبد المنعم طبعا. لان محمد عبد المنعم ده مش هقول لك اكتشف صدفه، بس اللي اكتشفه لك اصلا كارلوس كيروش المدير الفني الاسبق لمنتخب مصر. صحيح. واللي اكتشفه في فترته مع عمر مرموش بالمناسبه، وهو
وعمر كمال عبد الواحد اه في خانه الظهير ومحمود الايمن. حماده. لعيبه كتيره. بص هنقعد سايمه، نعد لا على فكره، فكرتني احنا انت الراجل ده بالاسماء خسرناه الحلوه يعني. دي. اه للامانه احنا الراجل ده خسرناه جدا، طبعا من افضل المدربين طبعا البرتغاليين. نوعيه طبعا. المدربين البرتغاليين دايما، حتى انا عشان عارف ليه اصدقاء برتغاليين، فعارف نوعيه تفكيرهم يعني. قريبين كتير جدا من الشعب المصري على اه فكره، جدا، ويحبوا الهزار والمرح صحيح. فهو مدرب مش جديد، بيدخل في الاجواء على طول، امم بيعرف يتعامل معاك لان هو عايش ده في بلده. امم تمام. فكارلوس كيروش اكتشف لعيبه كتير، من ضمنهم محمد عبد المنعم. هنقعد فتره طويله، ومش عايز جمهور الاهلي يزعل، لحد ما نلاقي بديل فاض يعني كويس واضح كده، ان انا اقدر اقول ان هو كلير، ان ده راجل كويس جدا، ويعني يحل محل محمد عبد المنعم. لان محمد عبد المنعم كبديل لي في مصر او بره مصر مش من السهل ان مش انت صحيح. هتلاقيه، ودي المشاكل الدفاعيه اللي هتواجه مارسيل كولر الفتره القادمه. صحيح. طيب يحيى عطية الله الى حد ما بدأ شويه يظهر شويه مع الاهلي. الانسجام طبعا امم يعني هو لسه مش احسن حاجه، لكن طبعا طبعا. ما بس ننساش هو ان ظهير. مباراه هو الذهاب هو هو على ظ- ملعب مش هو مهيأ ظهير اصلا. دولي طبعا. ولعب كاس عالم وعنده خبرات، والخبره بانت في الهدف الثاني اللي صنعه لأسامة ابو برافو علي. عليك. اه الثرو باس اللي اتعمل ده اه بصراحه يعني، انا شفته. هنشوف دلوقتي الحقيقه انا شفته يعني هايل يعني. يعني. لا لعيب تقيل. عارف امم انت، بقول لك لعيب في وسط اه الملعب، اللعيب المعلم في وسط امم الملعب، مش لعيب سهل. اه زي كابتن فاروق جعفر كان اه يطلق عليه ملك بص هو النص. فين، بص هو واخد مكان فين وسندها ازاي لوسام. هو عارف بص اهو شوف استلم الكرة فين. بنسميه في علم اه ده الرياضه، امام اللي عملها. اه بنس ده امام والراجل سندها له، روح هات جول. بنسميه في علم بالنسبه سواء امام او، بس هو عمل برضو اسيست في الهدف الاولاني، مم. يحيى عطية الله. مم. الاسيست اللي عمله في الهدف الاولاني النادي الاهلي، رامي ربيعه، فانا بتكلم عليه برضو. اه بالنسبه الثرو باس ده، بنسميه في الجانب الكروي التحليل الرياضي البلايند سايد، او الجانب الاعمى. مم. مش من السهل على فكره لعيب رقم 8 انه يعمل ثرو باس زي ده، مم. لانه بيبقى هو امام عملها حلو قوي. طبعا. عملها بس حلو قوي هي بصراحة. الفكره زي ما قلت بس لك، دي يمكن حاجه لو اتفرجت، الناس كلها اتفرجت على المباراه هتأيد الكلام اللي انا بقوله. دي الحاجه الوحيده تقريبا، الحسنه الوحيده لامام عاشور في صحيح. المباراه. حتى في تسديده، انا كنت قاعد هو بتفرج بره على المباراه، بره التركيز خالص. تسديده، لا ده اوت اوف بالانس خالص يا كابتن. في مم. تسديده انا شفتها ليه في الشوط الثاني بالمناسبه في المباراه دي. مم. عارف الكره راحت بعرض الملعب، راحت اوت مم. يعني، لو حضرتك تتذكرها معايا، ايوه صحيح. فدي تدل لك ان اللاعب لا، في حاجه شغله لا في مخه، حاجة في حاجة. فلازم يركز ويستعيد مستواه تاني. طيب انا هاخدك لرمضان صبحي، علشان هيبقى ده مدخلنا للحديث عن بيراميدز. الخبر اللي عندنا بيقول ان وكالة المنشطات المصرية بتصدم رمضان صبحي مجددا وانه مهدد بالايقاف. والحقيقة قرينا كلام من محامي رمضان بيقول لا ده اجراء عادي جدا، ان الوكالة الدولية للمنشطات بتطعن على القرار اللي صدر ببراءة رمضان صبحي، وده اجراء روتيني. عندك كواليس للموضوع؟ عندك حاجة؟ طبعا هي الكواليس الموضوع من البدايه كده، هنقوله سريعا عشان الوقت. مم. ان اصلا ايقاف رمضان صبحي في البدايه كان عليه علامات استفهام، لانه مم. كان زي فكره الاشتباه. لكن هو كان عنده مشكله. رمضان صبحي بالمناسبه بيتناول بعض العقاقير المصرح بيها اللي ممكن تدخل في جدول المنشطات، مم. واللجنه المصريه لمكافحه المنشطات عارفه الكلام ده. مم. لكن انا مشكلتي مش مع لجنه مصريه، انا مشكلتي ان انت ما نسقتش ده خارجيا مع الجهات الخارجيه. مم. بالنسبه للجنه المكافحه او منظمه الدوليه لمكافحه المنشطات على مستوى العالم، هي ما عندهاش علم بالموضوع ده، وما عندهاش اصلا. كل لاعب يا كابتن في المرحله دي بيبقى ليه ملف مم. في اللجنه الدوليه او المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات. معروف ان كابتن ايمن بياخد مثلا عقار معين، بيتناول عقار زي معين. بركات زمان لو تفتكر كان بالظبط كده، بياخد وابو عقار تريكه وكان على بياخد فكره بيه بالمناسبه تصريح عشان الغده. اه تمام. ففي لعيبه لازم يبقى ليها ملف. مم. رمضان صبحي عايز اصدمك بقى، ملوش ملف اصلا في اللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات. طب والتحاليل اللي بتعمله في الاتحاد ما هو الافريقي في التحاليل اللي المباريات اتعملت اللي له بيشارك دي، فيها ده من ايام ما كان مع الاهلي؟ ما هي دي بتتعمل له عادي بسرعه عشوائيه على فكره، اه مش مع الاهلي بالتحديد. هو لا بقول لك يختار من ايام ما رمضان كان مع صبحي. الاهلي، قصدي اه الحاجات طبعا، دي لما دي بتتم. بتتعمل عشوائيه. اه تمام. فالفكره كلها ان انت في مم. بعض الاحيان ممكن رمضان صبحي ما يكونش حظه جه واكتشف ان هو بياخد العقار ده طب هو وقتها. انا سمعت مقولة كده انه حصل مشادة كلامية بينه وبين مجري العينة، وهي دي سبب المشكلة. ما هو دي من الكواليس، لان مم. اللاعب هو كان مشدود اصلا مم. في اللحظه دي، او وقت سحب العينه كان عنده مشكله ان هو مشدود، وهو مش عارف هو موقوف ليه، اه ومعرض ان هو يجدد لا لا ايقافه لا او ده بقول يرجع لك من الايقاف. بداية في البداية خالص وقت سحب العينة اللي عشان حصل عليها ما هقول لك المشكلة. اه التفاصيل يعني انا عندي التفاصيل كلها الموقف ده، اه ان اللي بيسحب منه العينه وصل له بصوره مباشره كده ان هو عارف ان هو بياخد منشطات وما خدش بيها تصريح،
واللاعب طبعا استاء جدا من الموضوع ده، طبعا. وقال انا واخد تصريح والدكتور كذا 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 وعامل كذا وادي التحاليل بتاعتي والى اخره. طبعا الكلام ده ما تصدقش، وقالوا لا انت اصلا مالكش ملف اساسا في اللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات ان انت عندك العقاقير دي بتاخدها نتيجه حاجات معينه او علاج معين عندك انت. فطبعا دي مشكله تسببت ان، انا اسف في اللفظ اللي اقوله، بس جهل بعض الناس بالقوانين واللوائح قد يتسبب في تدمير مستوى لاعب زي رمضان صبحي للاسف الشديد. خساره طبعا، خساره فعلا. كابتن حسام كان الحقيقه بيعول عليه كتير يعني. طبعا. طيب هل له، انت شايف له تاثير على اداء بيراميدز رمضان وغيابه عنه الفترات اللي هي اللي غابها، وبعدين بعد ما رجع مش هو رمضان اللي احنا عارفينه؟ والراجل مصر كمان يلعبه في مركز 10، يعني دي برضو حاجه بيحاول يعوض فيه. يوريشيتش تمام. هو بالنسبه لي رمضان صبحي هو في المباراه الاخيره انا شفت ان هو عايز يعمل حاجه. لكن رمضان صبحي حتى الان هو ما وجدش ضلته مع نادي بيراميدز بالمناسبه. ليه بقى؟ لانه اللي افتكر مع بعض لما قلنا على صلاح محسن، الضجه الاعلاميه اللي اتعملت من وراء انتقاله من النادي الاهلي والتيرن اوفر اللي عمله وراح لبيراميدز ما قدرش يستحملها، ما قدرش يتحملها. فدي عملت مشاكل كتير، عكس عبد الله السعيد، عكس عبد الله السعيد، عكس شريف اكرامي بالمناسبه. بغض النظر عن مستواه، انا مش هتكلم عن مستواه، لا دي قصه ثانيه، هنتكلم عن شخصيه. انا بتكلم عن هو شخصيه عنده ثبات انفعالي، السمات الشخصيه بتاعته يعني ستيبل جدا، بيقدر ان هو يقف على ارض صلبه. لكن الناحيه الثانيه رمضان صبحي كان لسه صغير، وخد القرار ده بعد رحله مش هقول مش موفقه في الدوري الانجليزي، لكن عاد مره اخرى للدوري، وده بعتبره فشل بصراحه. ان انا اكون في دوري من اقوى دوري في العالم، تمام طبعا. هو اقوى دوري في العالم مش من اقوى الدوريات يعني، تمام، وارجع بعد كده الدوري المصري للنادي الاهلي اللي انا طلعت منه، وبعد كده قرر اروح بيراميدز عشان خاطر الفلوس. بصراحه منتهى الامانه ما عملتش حسابي ان انا في كل مكان هروح وانتقد. اللاعب ما استحملش ده، لان تخيل انا على فكره في واقعه حصلت معاه. رمضان صبحي متزوج من بنت الكابتن اكرامي، وانا يعني اعرف طبعا كابتن اكرامي طبعا على المستوى الشخصي، يعني بنوجه له تحيه وكل حاجه يعني تقدير. اتذكر لنا واقعه ان هو في بعض مطاعم، اللقطه دي هنتكلم عنها بعد الدقيقه تقريبا، في بعض سوبر 94 سوبر 94 في بعض مطاعم الاسماك الشهيره. اول ما انتقل من بيراميدز الاهلي كم سيل من التوبيخ والشتائم والى اخره. اللاعب خد زوجته ومشي وما قدرش يستحمل، مش هيتحمل. فهو ده بقى، عارف انت البدايه، الموقف ده على فكره اللي انا انساه اتحكى لي وشو يعني من مصدر موثوق منه يعني. فقلت له يعني لا بامانه، يعني انا لو انا شخصيا مكانك ما كنتش هرجع من الاحتراف، لان انا لازم اكمل حتى الان. طيب علشان احنا عندنا يعني وقتنا قليل شويه، عايزين نتكلم عن السوبر، وطبعا اللقطات اللي قدامنا دي احنا بنحاول نجري علشان نغطي كل الاحداث دي. السوبر القديم الحقيقه سنه 94. اتمنى اشوف الصوره دي ان شاء الله يوم الجمعه 27 اللي جاي. هو اللعيبه مع بعض كويسين عادي جدا جدا، وشفناهم على فكره في افتتاح احد يعني عشان ما يبقاش اعلان عن المنتج، في افتتاح احد البراندات الشهيره وكده، كلهم مع بعض والدنيا تمام، وبياكلوا وبيشربوا مع بعض عادي، وزوجات اللعيبه عارفه بعضها. يا ريت الجمهور يعرف الكلام ده. ما هي المشكله، بص يا كابتن ايمن، بما انك طرحت النقطه دي، انت من الاعلاميين المحترمين فبتناقش القضايا بموضوعيه وبحياديه، تمام. في بعض الناس الاعلاميين الزملاء للاسف الشديد جدا الوقود بتاعهم هو اشعال الفتن بين الجمهور. هو مصدر رزقهم طبعا. وللاسف مش عايز ان انا اذكر اسماء، نتمنى من الله ان ربنا يهديهم، لان احنا محتاجين فعلا ان الكره المصريه تتقدم احسن من كده، لان احنا عندنا مشاكل كتيره. مصر ما خدتش كاس الافريقيه من امتى؟ من 2010 14 سنه. ما بنوصل كاس عالم سطر ونوقع 10 سطور، تمام. فيعني لا احنا محتاجين نركز في الملعب، نفكر في البلد شويه. في الملعب، مش عايزين بره بقى، خلاص بره فلان وخرج وراح يعني يعني مش عايز بره الملعب، بره مستطيل الارض. طب تعالى نروح الملعب بقى اللي في السعوديه. قول لنا ايه اللي ممكن يحصل يوم الجمعه. قول لنا ايه اللي ممكن يحصل يوم طيب احنا عندنا شويه حاجات كده حصريه كده، كبسولات صغيره نديها للساده المشاهدين في رحله داخل عقول المعسكر الاحمر والمعسكر الابيض بالنسبه للاهلي والزمالك. دي لقطات طبعا من السوبر اللي احنا بنشوفها دي. طبعا هو نتمنى ان شاء الله زي ما قلنا ان احنا نشوف مباراه قويه. انا وجهه نظري اعتقد انها تكون مباراه تحفظيه شديده جدا من الدرجه الاولى. مدير فني مارسيل كولر بيلعب على جزئيه ان هو داخل بثقه كبيره، وعنده ما يعني يكفي ان هو راجل داخل انا كده كده هلاعب بعد اقل من شهر العين الاماراتي في القاهره على كاس الانتركونتيننتال، بعد كده هلعب كاس عالم الانديه في 2025، فمثقل بكم خبرات وبكم منافسات قويه جدا. كما لو يعني نقول ان هو مثلا ريال مدريد مصر في الفتره الحاليه، وده شيء طبعا اكيد لازم ان احنا نذكره، ان النادي الاهلي من انجح الفرق في مصر في الفتره الحاليه. بس عايز اخد نقطه صغيره، واتمنى ان المعسكر الاحمر، لان انا حاسس ان في بعض من نبره التعالي شويه او نبره الثقه العمياء.
في كرة القدم خادعة. طبعا. ويا صديقي لا تنخدع بايه؟ بالمستويات اللي انت شفتها، وفي اللي انت مباراة القمة بالذات. في مباراة القمة الناس آه. بتقيس مباراة البوليس الكيني ومباراة جورماهيا ويقول لك بص الاهلي عمل هنا ايه وبص الزمالك عمل لا ايه. لا على لا، فكرة موضوع مختلف الزمالك، تماما. وانا ابصم بالعشرة قدام كل الجماهير اهو دلوقتي او المشاهدين، نادي الزمالك لن يظهر بمستوى مباراتي البوليس الكيني في مباراة السوبر يوم 27 مؤكد القادم. طبعا. ده طبعا اكيد. الوضع مختلف تماما، لان واداء لكل الزمالك في مباراة مقام الدوري مع جوميز. مقال. صحيح. ودي مباريات خارج التوقعات. واللعيبه عندها خبرات في التعامل. طبعا طبعا. وبتتكلم، انت بتتكلم في عبد الله السعيد، بتتكلم في شيكابالا، بتتكلم في ناصر ماهر. يعني الزمالك مش وحش كفريق مم. كسكواد، مم. مش وحش داخل الملعب، عنده بعض النواقص انا معاك، بس ممكن يدفع حذاري. بالصفقات الجديده. ما انا في خبرين اه. حصريين هنقولهم دلوقتي ان شاء اه. الله، بس نشوق الساده المشاهدين شويه. اه. انا عندي الفتره الحاليه لو النادي الاهلي دخل بثقه زياده عن اللزوم، مم. المباراه دي ممكن تروح في حته تانية خالص ونتيجتها ما تكونش فوز، ممكن تكون طيب خساره. النادي يعني الزمالك. طارق بيقول لي قدامنا نص دقيقه. طيب قول لي توقعاتك المباراه ومين ممكن يشارك من اللعيبه طيب توقعاتي المباراة اعتقد ان هي قد تمتد لوقت اضافي. ما فيش وقت اضافي، هيبقى فيه بالمناسبة عفوا هيبقى فيه ركلات ترجيح على طول، او ممكن يحصل نتيجة تانية مغايرة للي الناس متوقعاه كلها، اللي هي فوز النادي الاهلي. وده مش عشان خاطر احنا ده او مع ده، احنا لا مع ده ولا مع اه. ده، احنا بنتكلم ان الحملة اللي حاصلة بتاعه ان انا نازل هكسب هكسب هكسب، ده مش نذير طبعا كويس ده جدا مش ولا نذير مقياس تفاؤل خالص. طبعا للمعسكر طبعا الاحمر. طبعا. فممكن المباراة دي تمتد لركلات ترجيح، تحسم بركلات ترجيح. المفاجآت، نادي الزمالك بيجهز كونراد مشلاك للبدء اساسيا جناح ايمن، جناح ايسر، تمام. والدفع بعمر فرج بديل سيف الجزيري يكون المهاجم مفاجأة. الفلسطيني مفاجاه. على الناحيه الثانيه مارسيل كولر مش هيدفع بحد مفاجاه، غير ان هو ممكن يبقى عندي مفاجاه في ان هي مش مفاجاه، خلاص يحيى عطيه الله بقى اساسي كده كده باك شمال، وبيفكر في البدء باشرف داري كمدافع ثالث، لان اه. الاثنين عايزين يقفلوا منطقه المناورات او منطقه وسط الملعب. هنتصل بيك بعد الماتش ان شاء الله. ان شاء الله ان ونشوف شاء الله. التشكيل ده ايه بقى. ان شاء الله. بشكرك، نورتني. ربنا يخليك، ربنا شرف ليا يا يخليك. كابتن. بشكر ربنا ضيفي يخليك. وضيف حضراتكم اللي نورنا في حلقتنا النهارده، الناقد الرياضي الاستاذ محمود حافظ المتحدث عن مباريات دوري ابطال افريقيا المشارك فيها الاهلي وبيراميدز، والكونفدراليه الافريقيه المشارك فيها الزمالك والمصري. بشكر حضراتكم ايضا، نلتقي الاسبوع القادم رياضه في رياضه.